السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زملائنا الأخصائيين والسادة أولياء الأمور اللي متابعين معانا من الفيديو اللي فات. جالنا سؤال مهم. طفل الإعاقة السمعية بيوصل معايا لحد فين؟ سواء عن ضعف سمعي جديد أو صمم كلي، بيوصل معايا لحد فين في التخاطب؟ تمام؟ في مشاكل هتقابلنا واحنا شغالين مع طفل الإعاقة السمعية هوريها لكم عملي دلوقتي، وفي حاجات سهلة هيجيبها. تمام؟ أحمد كان شغال لغة إشارة وشغال إشارة فترة طويلة، من سنة تقريبا وقفنا الإشارة واشتغلنا تخاطب. تمام؟ طيب هيجيب معايا إيه ومش هيجيب معايا إيه؟ إحنا معانا هنا قلنا إيه؟ إحنا قلنا معانا في البرنامج المصري، قلنا البرنامج يتكون من إيه؟ قلنا الانتباه المبدئي، الإعاقة السمعية هيجيبه معاك. التقليد الإعاقة السمعية بيجيبها معاك. تقليد الحركات الفمية هيجيبها معاك. إطاعة الأوامر هيجيبها معاك. الانتباه المتقدم هيجيبها معاك. تقليد الأصوات، نطق كلمة واحدة، نطق جملة من كلمتين، نطق جملة من 3، وصف موقف، حكاية قصة. أنت بتيجي عند مرحلة حكاية قصة هنا وتبدأ معاك الدنيا تبقى صعبة شوية. تمام؟ هنشوفها مع بعض أهو. يعني إحنا معانا هنا قلنا خلاص الطفل هينطق معاك الاصوات عادي مفيش مشكله، هيقلد ال 50 60 صوت اللي موجودين في البيت. بعد كده هينطق معاك كلمات ومقطع واحد مفيش مشكله. بعد كده هينطق معاك كلمات ومقطعين وجبناها في الفيديوهات اللي فاتت. نفس القصه كلمات من 3 مقاطع. بعد كده هنخش معاه على كلمات من كلمه واحده وجابها معانا وحلو فيها اي كلمه من النص اهو. ايه ده يا احمد؟ بقي شاطر. ايه ده يا احمد؟ شاطر. شجره. تمام؟ بيجيب معاك اي حاجه. ايه ده؟ بنطلون. تمام كده؟ نفس القصه في جمله من كلمتين هيبقى حلو لان الكلام كله تلقين فماشي معاك حلو فيه. ايه دي؟ شاطر. اسمها ايه؟ سلة. سله. برافو عليك. امسك سله. أمسك سلة. اشيل سله. أشيل سلة. حلو معاك اهو، بس في بعض المخارج كلمه صعبه اهي. ايه دي؟ تلفزيون. انا اتفرج على التلفزيون. تلفزيون. ماشي؟ نفس الفيلم جمله من 3 كلمات هيجيب معاك. ايه دي؟ سماعة. شمعه. سماعة. بابا يشتري شمعه. ولا يشيل سماعة. تمام كده؟ اي حاجه في ال3 كلمات هيقولها معاك. نفس القصه في الوصف. ماشي معانا في الوصف حلو برضه. طبعا الكلام ده بياخد مراحل مش من اول جلسه. هنجيب اي حاجه من النص في الوصف اهو. انت شايف ايه يا احمد؟ ولا في الشارع. ولد يجري في الشارع. ولا في الشارع. الولد ده بيعمل ايه؟ في الشارع. بيجري في الشارع. شايف ايه ده يا احمد؟ بنت الولد في الشارع. بنت تجري في الشارع. بنت تدير الشارع. هما بيعملوا ايه؟ ولا بنت الشارع بيلعب. الولاد والبنات بيلعبوا في الشارع. بيلعب. حلو كده؟ تمام؟ هتيجي للمرحلة اللي بعد كده. القصص هيبقى معاك حلو في القصص برضه ويحكي معاك أي قصص. ليه؟ لأنها محسوسة ومفهومة بالنسبة له. هنجيب أي قصة يلا. الصياد كان نايم على السرير. على الدرير. قول تاني كده. صياد نام على السرير. ها؟ بالحمام. صحي من النوم، دخل الحمام وغسل وشه بالميه والصابون. ها؟ بالمية بالدم. والصابون. بعد الدمكة. اخذ الشبكه بتاعته. هذه الشبكة بتاعته. بتاعته. اخذ الشبكه بتاعته. هذه الشبكة بتاعته. دمكة. وراح البحر يصطاد سمك كتير. طبعا مع التكرار والضغط على مخارج الحروف هيجيبها معاك حلو القصص. ماشي؟ عندك هنا بقى المواد الخام هتبقى فيها مشكله معاك.
والعلاقات هيبقى فيه مشكله معاه. الاشكال الهندسيه مش هيبقى فيها مشكله، المربع والمثلث والالوان والكلام ده كله. الالوان برضو مش هيبقى فيها مشكله، هيبقى عارف الالوان. المعكوسات مش هيبقى فيها مشكله، كبير وصغير، طويل وقصير، تخين ورفيع، اطول منه اصغر منه، مش هيبقى معاك مشكله فيه. تمام. الوظائف والاماكن، الضابط بيشتغل فين، النجار بيشتغل فين، النجار بيشتغل، مش هيبقى معاك مشكله فيه. امال المشكله هتبقى فين؟ المشكله هتبقى في الثلاثه دول. طيب ليه عنده مشكله هنا؟ لانه عاوز يوصل له المفهوم. ومثلا هنمسك السخافات، الثلاثه دول قلنا اللي هيبقى فيهم مشكله. ايه الغلط في الصوره دي؟ بياكل لحمة. خروف بياكل لحمه؟ لا، الخروف مش بياكل لحمه، الخروف غلط، مش بياكل لحمه، الخروف بياكل برسيم. دي صح ولا غلط؟ لا غلط. غلط. دي صح ولا غلط؟ برسيم. صح. هو الطفل طبعا لو سامع هتعرف تعرفه ان ده صح، ان ده غلط، ان ده ما ينفعش، هيعرف يتدرب معاك على السخافات، هيجيبها، بس هيجيبها بالصعوبه. يبقى احنا قلنا عندنا ايه؟ ما عندناش مشكله في كل مراحل النمو واللغه، هتقابلنا مشكله في السخافات، وهنعمل فيديو جديد ندرب على السخافات ازاي. نفس القصه العلاقات، اما اجي اقول له ايه الفرق بين الموز والخيار؟ التشابه بين الموز والخيار، مش هيوصل له مفهوم ان الخيار ده فاكهه، ان الخيار ده خضار، الموز ده فاكهه، المفهوم ده مش هيوصل له. تمام. فلازم اجيب له كل الفاكهه واعرفه الحيوانات الاليفه والحيوانات المفترسه، المفهوم ده مش هيوصل له، هيبقى فيها صعوبه، وهنعمل فيديو مخصوص لده برضه. اخر حاجه المواد الخام هتبقى صعبه عليه. انا ممكن اقول له القميص مصنوع من القماش مثلا، اي درس من النص. القماش هنا اهو شارح لك ايه ده يا احمد؟ هدوم، قميص وبنطلون. كلمه مصنوع مش واصله، فانا لازم اجيب القماش واقول له القميص، واقول له القميص قماش يعمل قميص، اوضح له مش في الصوره، في الحقيقه. وابدا اقول له الفلاح بيزرع القطن، الفلاح بيجمع القطن من مش عارف ايه، يودي القطن المصنع يعمله قماش، والترز بياخد، وهكذا مع باقي مواد الخام. يبقى الإعاقة السمعية هيتكلم معانا كويس، مفيش مشكلة خالص، حتى لو صمم كلي هيمشي معانا في سلم اللغة كله، مفيش مشكلة خالص. إلا الثلاثة دول اللي هيقابلك فيهم مشكلة، لازم تعمل له تحليل مهمة، ولازم توري له حاجات ملموسة من البيئة، ولازم تمسكها هدف وتشرحها. وإن شاء الله في الفيديوهات اللي جاية هنعلمكم إزاي تعلموه الحاجات دي. وشكرا.